ازيكم يا شباب؟ اللي قدامكم ده مش رونالدو ولا ميسي، ده سوزا مهاجم الاهلي الجديد. اعمل لك للفيديو. النهارده بقى يا جماعه جمعت لكم بقى الاحصائيات. اللاعب جوستافو سوزا مهاجم الاهلي الجديد، يعني تقريبا خلاص الصفقه بعد بكره او كمان يومين. خلاص الصفقه في نهايتها، اتفقوا على كل حاجه خلاص. المهم اللاعب برازيلي عنده 29 سنه، طوله 188 سنتي، يعني لاعب طويل ما شاء الله ويعني مش وحش بالنسبه للطول يعني. المهم اللاعب ده لعب في تاريخه كله 264 مباراة، سجل 85 هدف وعمل 40 اسيست، يعني معدل كويس بالنسبة للمباريات بتاعته. المهم اللاعب ده كان بيلعب في أندية برازيلية الأول. أول ما خرج من الناشئين لعب في نادي كورينثيانز، وبعدين أعاروه لنادي انترناسيونال، بس للأسف ما شاركش معاهم في مباريات يعني. المهم انتقل بقى لنادي هيونداي الكوري الجنوبي، وشارك معاهم تقريبا كده في 124 مباراة، سجل 51 هدف وعمل 16 اسيست. برضه بالنسبة للإحصائيات يعني مش حاجة وحشة. اللاعب أهم مميزاته يا جماعة إن هو مهاجم صندوق، مش بيخرج عن بره الصندوق، مش بيخرج عن الصندوق، يعني مش زي محمد شريف وكهربا والكلام ده كله. ودي حاجة كويسة، الأهلي بيعمل عرضيات كتير وبيهاجم كتير، مش محتاج يعني إن هو واحد يخرج ويساعد. المهم كمان أحسن ميزة في المهاجم ده إن هو بيلعب برأسات كتير يا جماعة، يعني تقريبا كده هو جاب في تاريخه 85 جون، سجل منهم 40 رأسية، يعني 40 هدف بالراس، يعني تقريبا كده اي عرضيه من هاني او اي عرضيه من علي معلول ان شاء الله جول. وكمان يعني ما شاء الله عليه مهاجم كويس، بس هو في مشكله بس صغيره ان هو ما لعبش في انديه كبيره. يعني انا ما سمعتش عن هونداي ده قبل كده. يا ريت بقى لو كل واحد عنده رأي في الصفقه يقول لنا في الكومنتات، وكمان ما تنسوش لايك. مع السلامه.